انا جيت تاني والفيديو دوت مش حلو ليه؟ عشان زي ما شفت كده في العنوان انا هوقف. بس انا هوقف، يعني مش هوقف اليوتيوب في العموم، انا هوقف بس 5 كل 5. ايه هي 5 كل 5 ديت؟ السلسلة اللي انا يعني بنزل فيها كل يوم الساعة 5 فيديو جديد بدون منتجة بدون اي حاجة، وعشان كده الفيديو دوت هتلاقيه متمنتج. هوقف ليه؟ السؤال دوت يعني حلو بس في نفس الوقت وحش. انا في الوقت الحالي مضغوط جدا، يعني مضغوط بكل النواحي، مضغوط نفسيا وذهنيا وبدنيا ونفسيا وماديا وكل الطرق. وعشان كده بحب اجي اقعد هنا عند البحر، مع ان البحر دلوقتي هايج والجو وحش والدنيا يعني خلاص اهي. يا دوبك وقفت مطره دلوقتي، بس يعني هي طول اليوم عماله بتمطر. بس انا برضو بحب اجي اقعد هنا، عشان يعني انا بحس ان البحر دوت بيغسل هموم الواحد. المهم انا بدأت اليوتيوب على اساس انه مكان لذكرياتي، يعني حاجة اشارك الناس انا يومي بيكون فيه ايه وبعمل ايه في حياتي. وفي نفس الوقت يعني بعمل الفيديوهات ديت عشان انا بعدين في المستقبل بعد 10 20 30 سنة مثلا ارجع واتفرج عليها واقول يا انا فاكر المكان دوت، يا انا فاكر المكان دوت، انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، يا انا فاكر الموقف دوت، يا ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا. فيعني بالنسبة لي اليوتيوب دوت مش حاجة اللي هو يعني عاملها لغرض معين، لا ده انا بوثق ذكرياتي. في ناس بتكتب ذكرياتها انا بصورها، فدوت يعني سبب اليوتيوب. بس الفترة اللي فاتت ديت لقيت ان في ناس كتير يعني مش بتتمنى لحد الخير، ويعني بيقولوا فاكرين يعني انه عشان الواحد مثلا قاعد في غربة او كده انه حياته مليانة رفاهية ومليانة حاجات، يعني اكنه قاعد والفلوس بتجيله كده وخلاص. فالناس بقت عينيها وحشة. انا قررت ان انا مش هنزل كل يوم، بس يعني لما يكون في حاجة حلوة ان انا اقدمها، حاجة اتكلم عنها، حاجة يعني حاجة مفيدة او حاجة محتاجة ان انا اوثقها، هعمل كده. يعني مثلا ممكن انزل كل اسبوع فيديو، كل شهر فيديو، يعني اللي هو مش يكون عندي حاجة يعني وقت محدد او حاجة معينة همشي عليها. يعني انا الاول كنت بنزل 3 فيديوهات في الاسبوع، بعدين فيديوهين في الاسبوع، بعدين كل يوم فيديو، وبعدين يعني الفلوجات ديت بقيت انزلها كل فين وفين بس لسه كل يوم فيديو. وبعدين يعني دلوقتي اللي هو يعني خلاص هنزل يعني اول ما يكون في حاجة تستحق ان انا انزلها. يعني انا مش بكتر الفيديوهات بس بجودتها، دوت اللي انا دلوقتي مقتنع بيه. وكده كده يعني انا حطيت هدف لنفسي ان انا في خلال سنة افتح الربح على اليوتيوب، ولغاية دلوقتي ما اتفتحش. يعني انا لسه معدي الربع، يعني انا لسه معدي الربع، فدي برضو حاجة بتحبط. وحسيت ان اليوتيوب الفترة اللي فاتت ديت بقى عبء اكتر من ما هو حاجة بعملها عشان بحبها، وانا مش عايز كده. انا عايز افضل اعمل اليوتيوب دوت علشان انا بحبه. بجد المنظر تحفة، يا سلام على منظر المية والبحر مع المطرة. فدوت يعني اللي انا عايز اقوله، يعني اكون يعني لو اختفيت انت كده عرفت ان انا اختفيت ليه. ولو حاببني ان انا ارجع اعمل فيديوهات زي الاول، فيديوهات كتير، ويعني يعني كل يوم فيديو او كل اسبوع فيديوهين او 3 او 4، قول لي يعني ادعمني. انا يعني انا لما بعمل الفيديوهات ديت وما بلاقيش عليها الدعم، وبيكون يعني مصروف عليها فلوس ووقت وطاقة ومجهود ومونتاج ومش عارف ايه وحاجات قد كده كتير، يعني الواحد يعني بيجيله احباط. بس الفكرة ان ديت حاجة انا بحبها ولا يمكن يعني اوقفها. الفكرة الكمية هتكون اقل بس الجودة أعلى وربنا المستعان. فحاببني إن أنا أرجع أعمل فيديوهات زي الأول وأكتر. اكتب لي تحت في التعليقات، وما تنسانيش بلايك حلو كده هوت.
عشان يعني اللي هو تحمسني كده، هو اللي هو يعني تخليني اقول لا ده في ناس مستنياني، لا ده في ناس يعني حابه اللي انا بعمله وحابه تشوف انا بعمل ايه والكلام ده كله. وعشان كده بقول انا هعمله لنفسي كذكريات، فاللي هو يعني مثلا كل اسبوع كل شهر اي حاجه مميزه هعملها. عشان كده عايز تشوف حاجة معينة اكتب لي تحت الفيديو دوت انت حابب تشوف ايه، وما تنسانيش باللايك بتاعك والسبسكرايب والشير، عشان يا رب يا رب نحقق الهدف ونفتح الربح قبل ما السنة تخلص، عشان لسه فاضل شهرين ولا 3. ما اعتقدش ان انا يعني خلينا واقعيين، ما اعتقدش ان انا هفتحهم في شهرين او 3، بس يا عالم ما فيش حاجة بعيدة على ربنا. يلا، احب اقول لك كان معك سيف مبابي من قلب هولندا. سلام.